على مدار 14 سنة من الحرب السورية، المرأة هي أكثر حدا تعرض للعنف بهاي الحرب. يعني هي اللي تهجرت، هي اللي شافت معاناة، هي اللي تعرضت لأنواع عنف جسدي، عنف فكري، حتى عنف جنسي كمان. يعني شفنا كثير من النساء كانوا بسجون الأسد وطلعوا مرتكب بحقهم فظائع. بعد سقوط نظام البعث، نحن تأملنا أنه المرأة تأخذ مساحة أكبر من الأمن على الأقل. حتى نحن يعني سقف مطالبنا ما عاد نقول بدنا حرية، بدنا أمان، بدنا سلام للنساء. لكن للأسف اللي صار أنه المرأة صارت بخطر أكبر بعد سقوط النظام السابق. المرأة صارت تتعرض لنوع من العنف المضاعف، خاصة مع وجود أشخاص من المتطرفين المتشددين جدا ضمن وزارة الدفاع، واللي عندهم ثقافة دينية بتشرع أنه يمكن المرأة تكون سبية أو يأخذوها بالمعارك اللي هن بيسموها غزوات. اللي صار بالسويدة كان نموذج لهذا الشيء. المرأة تعرضت كثير للعنف، تعرضت للانتهاك. للأسف هذا الشيء كنا متأملين إنه ما يكون موجود، بس حصل وبشكل كثير مرعب. أنا كحدا سوري وكحدا صحفي، أنا بتهم الدول، الجهات الإقليمية هي اللي عم تشوف هذا الشيء وساكتة. يعني ببساطة الشيء اللي صار بالساحل، اختطاف العلويات كان بشكل كبير، كان في تقارير لرويترز، كان في شهادات لناس حقيقيين، لكن للأسف الدول الكبرى، الدول العظمى تجاهلت هذا الشيء ووقفت بصف الحكومة السورية بالتحقيق اللي أنا بعتبره مثل مهزلة صراحة، لأنه هو ما أنصف حدا. فطالما هذا الشيء مرق بالساحل، فيمرق بالسويدة كمان، وممكن يتمدد لأماكن تانية، والمرأة يمكن تتعرض لعنف أكبر طالما الكل ساكت وطالما الكل شايف، وطالما عم يشجعوا حكومة هي قائمة أصلا على التطرف وإنكار الآخر وتهميش النساء. يعني بكل تشكيلة الحكومة تبعهم ما في غير مرة وحدة. هاي وين صارت؟ يعني نحن مو متعودين على هذا الشيء. يعني حتى بالحكومات الاستبدادية ما في هيك شيء، بس للأسف التطرف غالب على لون هذه الحكومة، واللي بتتصرف بطريقة فردية كتير وبتتجاوز الآخر. الإعلام له دور كبير طبعا بكل شيء عم بيصير بسوريا، لكن للأسف الحكومة اللي راحت، النظام البائد اللي راح، كان يمنع الصحفيين من أنه يمارسوا حرية التغطية لأي شيء عم بيصير. وللأسف هلا الحكومة اللي اجت كمان ما في مساحة حرية. أنا كصحفية ماني حاسة بأي حرية إني ممكن روح وغطي وأحكي. أنا يمكن بعدين أتعرض للمساءلة، أتعرض للتهديد، هذا الشيء كتير وارد. فلذلك الإعلام هون مقيد. الإعلام ما عم يلعب دور كبير في فتح الجرائم اللي عم بتصير. حتى التقارير اللي طلعت واللي كانت في عالم اشتغلوها بشكل سري، أنا أرجع حركز على الساحل والشغلات اللي صارت بحق النساء والتقارير اللي طلعت. للأسف الحكومة ما أولتها أي أهمية ولا استندت عليها، ولا حتى الدول الكبرى استندوا على هاي التقارير. في شيء كبير عم بيصير، في تهميش كبير لدور الإعلام مثل ما كنا بالسابق. يعني صراحة ما تغير شيء، فقط الوجوه تغيرت، أما السياسات ما تغيرت، بالعكس صارت أسوأ. صرنا نواجه خوف أكبر في ظل ناس شايلة سيوف، شايلة سكاكين، شايلة مقصات، عم تهدد الناس. هذا الشيء يعني يمكن ما تشوفيه غير بسوريا للأسف. أنا مو بس كصحفية، أنا كأنثى كمان لما بشوف هيك فظائع أنا بصراحة بشعر بالقلق، بشعر بالرعب، بشعر بالخوف إنه هالشي يتمدد لغير مناطق كمان. كيف في ناس هيك متطرفة وعم تسرح وتمرح وعم تهدد الناس وعم تستبيح النساء وعم طالب إنه يكونوا سبايا فقط لأنهم من غير دين،
من غير قومية. يعني هذا الشيء أنا بستنكره، ومطالب المجتمع الدولي إنه ينظر بشكل جدي أكبر للمجازر اللي عم بتصير بسوريا، للانتهاكات اللي عم بتصير بسوريا بحق النساء. النساء إذا استمر الوضع هيك فنحن رح نرجع للقرون الوسطى، رح نرجع لعصر الجاهلية، ممكن نصير أفغانستان تانية، ممكن كلنا نصير نلبس أكياس مثل اللي عم يلبسوا بأفغانستان ويصير كل شيء حرام علينا. خاصة نحن النساء بمناطق شمال شرق سوريا نحن أخذين مساحة كتير كبيرة من الحرية، فنحن أبدا ما رح نتخلى عن هاي الحرية، عن هاي المساحة. فبتمنى انه المجتمع الدولي مثل ما قلت انه ينظر بجدية اكبر لهذا الشيء اللي عم بيصير بحق النساء، ويحط حد لهاي الممارسات اللي عم بتصير. بحكم عندي علاقات مع نساء من خارج سوريا، صحفيات، يعني عندي كثير اصدقاء ان كانوا اجانب او ان كانوا عربيات، هن كمان عم ينظروا بعين الريبة والقلق لهذا الشيء اللي عم بيصير. هن فعلا عم يحاولوا يساعدونا عن طريق انه اكتبوا تقارير، اكتبوا معلومات، خلونا نحن كمان نحاول ننشر بمناطقنا. بس في شغله حابه نوه لهلا، انه للاسف في صحفيات سوريات من اللي هن موالين للسلطه الحاليه دائما عم بيحاولوا يخربوا صوت النساء الاخريات، عم يحاولوا يظهروا السلطه بمظهر انه لا، مو الأمن العام عمل هيك، في جماعات خارجة عن القانون. طيب الصحفية اللي تعرضت للانتهاك هي كانت صديقتي صراحة، زينة شهلة، اللي قالوا، اللي حكوا بحق ألفاظ بذيئة وتعرضت للضرب. هي وين بتصير؟ بصراحة النساء الصحفيات الثانيات، أنا وقت حكيت في عندي يعني مثلا مثل جروب انه مجموعه من الصحفيات عم ندردش، تفاجأت انه الصحفيات اللي من مناطق تانية عم يدافعوا عن هاي الممارسات بطريقه غير مباشره، عم يتهموا جهات خارجيه انه هي اللي عم تقف وراء هاي الممارسات. طيب معقول انتهاك للمراه بنص دمشق الحكومه مو قادره توقف هذا الشيء؟ اذا بنص دمشق عم بيصير انتهاك بحق المراه، طيب بالمناطق الثانية شو رح يصير؟ فللأسف نحن النساء مو دائما متكاتفين بوجه هاي الممارسات اللي عم بتصير. لو كنا ايد وحدة، لو اتفقنا كلنا انه هذا الشيء ما بيصير، كان ممكن حققنا انجاز بسيط، على الاقل انه حدا ينادي باسمنا، حدا يوقف هذا الشيء. بس للأسف في جهات عم تخرب على جهات أخرى. لا، مو بس سياسات الدول، كمان العقلية الطائفية والنزعة القومية اللي في بعض الناس ما عم يقدروا يتخلصوا منها. يعني أنا كامرأة ما قدرت اتجاوز الألم والحزن اللي شفته باللي صار بالسويدة على النساء، كمان بنفس الوقت يلي صار على نساء البدو كمان ما تقبلته، لأنه كمان هن النساء. بس بالحقيقة مو الكل بينظر بعين العدالة لهاي الأمور. يعني خلص أنا إنسانة طائفتي فلان لازم تكون هي المسيطرة، لازم الكل يكون خاضع لإلنا. هذا الشيء لساته مغروس بعقول بعض أفراد المجتمع وخاصة النساء، فهن ما عم يقدروا يتحرروا من القيود المجتمعية اللي عم تخليهم ما يحكوا الحق. لذلك ما فينا نكون ايد وحدة طالما في ناس عم تمشي خطابات طائفية، خطابات قومية، ما عم تكون حيادية بالنظر إلى الانتهاكات اللي عم ترتكب. فعلا نحن عم نمر بمرحلة كتير خطيرة، نحن لازم نتكاتف، لازم نتخلص من هاي العقلية الطائفية، العقلية العشائرية، العقلية القومية. لازم كلنا نفكر انه نحن كلنا بمرمى النيران بهذا الشيء اللي عم بيصير. نحن كلنا ممكن نكون هدف لهي الانتهاكات. يعني اللي يمكن انا اليوم بكره يمكن اللي مثلي ينتقموا من اللي اذون. يعني الموضوع صاير عمليات انتقامية، صايرة سأر، صايرة فوضى. فلذلك نحن لازم نكثف الجهود ولازم نوقف ضد خطابات الكراهية.
يمكن نحقق شيء، يمكن نرتقي شوي، يمكن نتخلص من هاي الأمور.